يصرين 24 وندرك أن للحقيقة ثمن نحن على استعداد لدفعه. نحن نشعر بمن ليس له مورد رزق. هذه الأزمات التي تعيشها البلاد من فساد سياسي وسوء تصرف وعدم اهتمام خاصة بالجانب الأمني وتجويده وتفعيل القوانين الضامنة لاستقرار البلاد، وبالجانب الاجتماعي وهو الأهم والمهم لديمومة الدولة. كما نعيش أزمة النخبة أو التي تدعي النخبوية والتي هي في سبات عميق وعدم إحساس بالمسؤولية تجاه الجهة واللهث وراء المناصب والكراسي. أكثر حزب نكروا الحزب ذا، والشيء اللي عملوه مع مجدي الله يرحمه خليني نحبنا الحزب ذا. هو مجدي قوم معاه كان بالوجه الله يرحمه وينعمه، مسكين شهيد مجدي، هم اللي خلصوا عليه ولاد فريانه لما قد يتبع حتى دور. الحزب ذا نذكر محاسنه نحن ما يصيرش، الحزب ذا خلص عليه 6,700,000 في الكلينيك. هذه لما نذكرها لانهم هم متعفين، الناس متعفه ما يحبوش يذكروا الحوايج هذه. خلينا نذكرها انا ولد فريانه. انا صاحبي مجدي الله يرحمه مات شهيد له سيرق لحد شيء. الوقفه هذه هي وقفه شبابيه حبيناها تكون بادره من اتحاد شباب الوطن. اتحاد شباب الوطن هو التنظيم الشبابي للحزب الوطني الديمقراطي الموحد. حبينا كبدايه نتفاعلوا مع جميع الشعب الافريقي، حبينا نقولوا ان نحن اصحاب مشاريع، ماناش احزاب نقولوا لا فقط، نقولوا لا وعندنا بدائل، عندنا رؤى، عندنا مشاريع. المشاريع هذه قسمناها زوج محاور. المحور الاول هو على مستوى محلي، عملنا تدارس ودراسه معمقه في الوضع الشأن العام في بلادنا، خدينا المحاور الكل على مستوى اقتصادي واجتماعي وخدماتي، على وضع متردي في كل القطاعات. قطاع الفلاحه عندنا فيه رؤيتنا الخاصه وعملنا بدايلنا، القطاع الصناعي عندنا فيه رؤيتنا الخاصه وعملنا فيه تشخيص مشاريع وبدايلنا. على مستوى الخدمات، على الوضع الصحي، الوضع الثقافي، كانت تظاهرتنا فيها الماما بالوضع اللي يخص الشأن العام في فريانه. والمداخله الثانيه نتاع رفيقنا عبد الرحمن هو ربط ما هو محلي بما هو وطني، على خاطر نحن منسجمين مع قرارات جبهه شعبيه. نحن مكونات جبهه شعبيه، حزب وطني ديمقراطي موحد هو مكونات جبهه شعبيه، والحزب هذا عنده طرح في مخص الميزانيه البديله اللي نحن نعتبروا اللي عندنا موارد ذاتيه، ماناش ملتجئين، ماناش مجبورين باش نلتجئوا الراس مال الاجنبي اللي يكبلنا واللي يزيد يدعم المديونيه بتاعنا. ارفعوا رؤوسكم وليتأتأ علي العريس رأسه. ارفعوا رؤوسكم ولتنحني رؤوس كل الخونة والعملاء والانتهازيين تحت أقدامكم. ارفعوا رؤوسكم أنتم رفاق الشهيد القائد الحي شكري بالعيد. ارفعوا رؤوسكم أنتم في حضرة أمير شهداء اتحاد شباب الوطن مجدي العجلاني. نجدد اليوم عهد الوفاء إلى عاصمة الشهداء كما تغنى بها شكري بالعيد. نذكر اليوم بالرفيق الشهيد شكري بالعيد، شكري الذي تغنى بفريانة، شكري الذي نزل من أجل فريانة، شكري الذي مات واستشهد من أجل فريانة المنسية، فريانة الشهداء. شهيد على دربك يا نحيل يا مجدي يا شهيد، على دربك يا نحيل يا مجدي يا شهيد، على دربك يا نحيل يا مجدي يا شهيد. التظاهرة هذه كانت تظاهرة باش تعبر على الفقر نتاع ولية القصرين بصفة عامة وبالخصوص معتمدية فريانة اللي من قبل تعيش كان تهميش، ما شفناش خطوة لقدام، ديما اللي يجي يحكم يوخر بينا التالي. التظاهرة هذه في ذكرى 400 رفيق الشهيد مجدي العجلاني استشهد في معركة شعبنا من ضد ميزانية حكومة العمالة والخيانة حكومة النهضة اللي محبة كانت تزيد فقر شعبنا وتسرق وجوه الفقراء والعمال والكادحين، فاستشهد الرفيق مجدي. التظاهرة هذه الرفاق في جهة فريانة حبوا يعطوا فيها تصورات لآفاق التنمية في جهة فريانة، لأنه ما فماش نجاح الثورة من غير تنمية للجهات وللمعتمديات، وما فماش نجاح ثورة من غير أنها تكون
كل شباب تونس ينعم بتقسيم الثروة. معي عضو مكتب وطني لاتحاد شباب الوطد، المنظمة الشبابية لحزب الوطد الموحد. اليوم نحن نحيو معناها تظاهرة للتذكير بالرفيق الشهيد مجدي العجلاني اللي تم معناها قنصه في تحركات في 8 جانفي، وعلى اثر معناها اصابته الرفيق استشهد يوم 27 جانفي في فريانة. اليوم نحن معناها في فريانة نذكروا بالشهداء اللي قدمتهم قسرين، وحق القسرين في التنمية العادلة، وحق القسرين حقها في الثورة، وللتذكير بأنه نحن معناها على درب الرفيق الشهيد شكري بلعيد، والمنظمة الشبابية للحزب ما زالت باش تقدم الشهداء، والحزب ما زال يقدم في الشهداء استكمالا للمسار الثوري في تونس. احنا اليوم عملنا التظاهرة هذه في فريانة باش نعبروا بها على تحت شعار فريانة الواقع والافاق، باش نعبروا بها على فريانة اش ناقصها كبنية تحتية، كالشباب العاطلة على عمل اصحاب الشهائد العليا. حتى ظاهرة شبابية الان تحت شعار فريانة الواقع والافاق كما قلت. وضع البلاد اللي هو وضع كارثي، كارثة كبيرة بأتم معنى الكلمة. كنا نطمحوا انه قلنا هاي جت الثوره، تو هالبلاد هذه تاخذ حظها على الاقل ولو نسبيا، لكن اللي راعنا انه وقع تحييد معناها المسار نتاعها تماما وخرجت على الطريق الصحيح، لانها المفروض انها كانت شد الطريق الصحيح، وهذا الكل اللي موجود هو لمده عقود نحملوه لكافه الحكومات اللي تعاقبت، سواء كانت من وقت بورقيبه حتى من وقت البي، وحتى من في وقت ثوره علي بن غذاهم هي انطلقت من الجويه هذه في رشيش وهمامه اللي عملتها الثوره هذيك وما نالت فيها حتى شيء. جاء الاستقلال قلنا ها وتو معناها نشوفوا على الاقل نهار به، للاسف زادت تدمرت البلاد هذه. قصرين 24 وندرك أن للحقيقة ثمن نحن على استعداد لدفعه.